أولا السلام عليكم. أنا أعتذر إني أتكلم وأنا مستلقي، لكن بسبب عملية ظهري وبسبب عملية القدم فأنا أعتذر. لكن الآن سأتكلم عن سبب. يوجد أمر انتشر فيلم في الآونة الأخيرة يسمى حياة الماعز. هو فيلم هندي أساء ويسيء للمملكة العربية السعودية بدعوى أنها قصة حقيقية أيا كانت. هي عملية استهداف المملكة العربية السعودية التي تعداد سكانها 40 مليون، وما يحتاجون أحد مثلي يدافع عنهم. ترى يكفي السعوديين يدافعون عن نفسهم وعن بلادهم، وإذا السعوديين تصدروا لأمر دافعوا بشراسة خصوصا عن وطنهم. لكن أنا هنا أتكلم من باب الإنصاف. أولا، فرضا سنتنازل لو كانت قصة حقيقية. لو جينا لتصرف الفرادى للحكم على الدول، هذه كارثة، لأننا نستطيع بنفس الوقت أن ننتج فيلم عن حياة اثنين من السواح اثنين، سائحين اثنين من البريطانيين. ذهب هو وزوجته، ذهب للهند، وتعرضت زوجته للاغتصاب أمام زوجها من 10 من الهنود. وهذه قصة حقيقية ونقلت، حتى الصحف الهندية نقلت هذا الأمر. نستطيع إنتاج فيلم نقول حياة سائح، وهي تذهب للهند و10 هنود يمسكونها يغتصبونها امام زوجها ويضربونها ويضربون زوجها. وهذه القصه معروفه، يرجع للانترنت والصحف تناقلت هذا الامر. لكن لا يحكم على ال10 اشخاص على هند تعداد سكانها 1,400,000,000. كذلك لا يحكم على رجل ان كانت القصه حقيقيه على تعداد دوله 40 مليون. لناتي لجهود المملكه العربيه السعوديه، سواء في فعل الخير أو سواء في الحج أو سواء في العمرة أو تقديم الخدمات أو حياة الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية. فمثلا المملكة العربية السعودية تعدادها 40 مليون، تعدادها 40 مليون، ليسوا كلهم ملائكة فرضا، وهذا في أي دولة. لكن لا يعني أن آخذ شخص وأحكم على دولة وخدمات دولة ووطن دولة وقيادة دولة وتعامل دولة وأقول انظروا ماذا تفعل الدولة. وإلا كما أسلفت نستطيع أن نحكم على السائحين البريطانيين ما جرى لهم في الهند. الأمر الثاني والأهم هي عملية استهداف ليست إلا، خصوصا أن المملكة العربية السعودية الآن في تصاعد، سواء كان إعلاميا، سواء كان في الاقتصاد، أيا كان، وسواء أيضا أن الإعلام تسلط عليها، سواء من قبل الأحزاب الدينية، من الشيات الدينية، الإعلام يتسلط عليها. أرض التوحيد وأرض الدين وتفعل كذا وكذا، ولا يبصرون أوطانهم كمثال. لهذا هذه العملية الممنهجة ضد المملكة العربية السعودية قد مورست من قبل، ليست الآن، مورست من قبل. خصوصا أن الإعلام الآن يحاول أن يتسلط حتى على سياسة المملكة العربية السعودية، حتى على ولي عهد المملكة العربية السعودية. الشاهد من الموضوع أن هذا الفيلم لا يأتي ترداده عبثا، ولا تأتي شهرته عبثا الآن. وكل الوسائل التواصل الاجتماعي تقوم بنقل هذا الفيلم وتشجيع لهذا الفيلم والترويج لهذا الفيلم، لم يأتي عبثا. لهذا نقول كما أسلفت، لا يحكم على رجل في 40 مليون، وهذا إن كانت قصة حقيقية، وأنا صراحة أكذبها أمانة، لا أصدقها، لأن الدخول للمطار ووجود كفيل وتجديد الإقامة لا يعرفوا أهل الخليج كيف الإجراءات تكون. فمن الصعب جدا تذهب للمطار تسحب أي واحد، مستحيل تسحب أي واحد. ومع هذا كله كما أسلفت نستطيع إنتاج فيلم قصة سائحين ذهبوا للهند، تعرض زوجته للاغتصاب 10 من الهنود، وزوجها ينظر ويضربونهم، ننتج فيلم ونسميه حياة سائحين. فما رأيكم؟ فلهذا السبب هو ليس دفاعا عن المملكة، ترى المملكة ما تحتاج، المملكة يسدون ويوفون، وإذا حد انتقص منهم الله لا يوقعك في لسانهم، خصوصا أي واحد يعتدي عليهم. فعلى كل حال نسأل الله أن يحفظ الدول العربية ويحفظ دول الخليج ويحفظ المملكة العربية السعودية. وهذا الاستهداف وارد جدا، خصوصا ممن يقود الإعلام في هذا الزمان. وما في خوف، لأن الآن المملكة العربية السعودية أصبحت حتى تصدر الإعلام، أصبحت حتى تتكلم في الإعلام، ولها وزن ثقل إعلامي جدا، سواء عن طريق التلفاز أو عن طريق الأفلام أو عن طريق السوشيال ميديا. فلا يعجزها الرد على هذه الأمور، لكن هي شهادة حق. نسأل الله أن يحفظ الجميع.